عارف لما بتمد ايدك هنا في الحتة دي وتحس بعقدة كده خرزة، اسمها عقدة عضلية. ماشي. العقدة العضلية دي بتتكون ليه؟ يعني ايه اصلا عقدة عضلية واتكونت ليه وعالجها ازاي؟ ماشي، اسمع يا سيدي. العقدة العضلية هي اتكونت هنا عندي. الناس اللي عندها انزلاق غضروفي وألم في أسفل الظهر هتفهمني كويس. عندي عقدة عضلية وتنميل في رجلي، عقدة عضلية ووجع في ظهري. ماشي. أنا عندي هنا عضلات ورا في العمود الفقري من ورا هنا عضلات، وهنا أعصاب خارجة اهي رايحة تغذي رجليا، وأعصاب خارجة هنا رايحة تغذي رجليا. ماشي. العقد العضلية دي بتتكون عشان أنا عايز أحمي حركة الفقرات دي على بعض، عشان أنا خايف أما بحرك الفقرات على بعض دي بتلمس العصب اللي هو أصلا ملتهب. العصب التهب ليه؟ عشان عندي انزلاق غضروفي، الغضروف من قدام اهو. شايف؟ بص بقى العصب الأصفر اهو. شايف العصب الأصفر ده خارج وهيمشي في مسار يغذي الرجل. الانزلاق الغضروفي اهو. شايف الغضروف هو المخدة اللي ما بين الفقرتين، مخدة كده. فالمخدة دي طلعت ودست على العصب، لمسته راحت مخليه يلتهب من ورا. فأنا مش عايز الفقرات دي ترقص، عشان رقصة الفقرات دي هتلمس العصب أكتر. فأنا بروح أعمل إيه؟ عائدها، عائد العضلة دي. يعني إيه عائد العضلة دي؟ عقدتها ليه يعني؟ أنا المخ بيفضل يقول إيه؟ شد العضلة دي. المخ بيدي إشارة هنا للعضلة دي، شدي، لا ثبتي، وراك انزلاق، وراك التهاب عصب، ثبت، خليك مثبت. بعدين إيه؟ ها عمودي فقري، خف الانزلاق؟ لا ما خفش. طب خلاص يا عضلة، هو قاعد فوق عمال يدي أوامر، بيشوف ده عنده إيه ويظبط. لا خليكي يا عضلة، خليكي شدة، لا خليكي شدة. فالعضلة بتقول إيه؟ هو أنا هفضل كده؟ فالعضلة بتروح بتطلع المخ تقول له يا باشا أنا هفضل كده شدة، ما تعمل لي حاجة. يروح المخ يقول لها أقول لك على حاجة، اعقدي نفسك، لفي على بعضك واعملي عقدة عضلية تثبت الفقرات دي، ما تحركهاش تاني، عشان احنا عندنا خطر التهاب عصب، وممكن التهاب العصب ده لو فضل يزيد العصب ما يوصلش الإشارة العصبية بتاعته واتشل. فاهم قصدي؟ فأنا بعمل العقدة العضلية دي عشان أثبت حركة المفاصل دي على بعض، وعشان أنا ما دوسش على العصب فالعصب يبدأ يتشل أو ما يحسش بالرجل أو ينمل جامد أو مشط الرجل ما يترفعش، والكلام اللي أنت بتسمعه ده. طيب دلوقتي بعد ما الغضروف بدأ يخف واحدة، بعد ما الغضروف بدأ يخف واحدة وبدأ يهدى، بعد ما خد له أسبوعين مسكنات وبسط عضلاته وراح في السرير ومش عارف ايه، وبعدين جه خد كام جلسة علاج طبيعي معانا وبقى كويس. العقدة دي بتفضل موجودة. ساعات بيمشي العيان من عندي خلاص وخف خلاص، بس هو ماشي بيجي يلمس الحتة دي. وانت قوم دلوقتي، قوم حط صباعك كده على العقدة دي، هتلاقي كده خرزة في أسفل الظهر لسه موجودة. وساعات الخرزة دي هي اللي بتسبب لك الألم يرجع تاني. اللي احنا بنعمله ايه بقى هنا؟ انا بروح داخل بإبرة جافة. إبرة جافة انا عايز اوريكم طولها قد ايه. ثانية واحدة هوريكم طولها الستوري اللي جاية. الإبرة اللي بنستخدمها بتبقى طول ده، الطول ده. شايف الحتة الخشنة دي؟ سيبك منها. في حتة بقى ايه؟ إبرة. شايف رفع الشعرة ده ازاي؟ ده اهو مثلا طول 3/4 صباعي كده. ماشي. ايه كل ده يخش؟ ما تخافش ما بتوجعش للدرجة. ماشي. بتشك بس ما بتوجعش للدرجة دي. ورفعها رفع الشعرة، نص شعرة، رفع الشعرة. مش زي الحقنة العادية، مش زي الحقنة العضلة العادية. هي 1/8 طن الحقنة العادية. ماشي. اللي الحقنة العضلة العادية دي بتخش تجيب العقدة العضلية. طب انا استفدت ايه يعني لما خرمت العقدة العضلية دي وقعدت اعمل كده اهو، وقعدت ايه تكهرب كده وتعمل اشارات كده؟ استفدت انا ايه؟ استفدت ان انا وصلت العضلة دي بالمخ تاني. فلما وصلت العضلة دي بالمخ تاني، المخ قال ايه ده ياه انتي، اصل المخ ده مشغول يا حبيبي. اصل انت كل شويه عمال تقول له شد العضله، ما هو مش فاضي، ما هو وراه كبد ووظائف كبد ووراه قلب ووراه امعاء ووراه وانت حته عضله. ما هي ست شدي نفسك كده، اقعدي نفسك وثبتي في فقراته وما تقرفينيش، ما انا ورايا شغل تاني، ما انا مدير كبير لجسم كامل.
فانا دلوقتي رحت عامل العقده دي. بعد كده بقى رحت انا بقول له يا سعاده المخ باشا بالابره تك تك تك، تروح من الكهرباء وتوصل اشاره عصبيه للمخ، تطلع تقول لها على فكره باشا احنا ناسيين العضله دي من زمان شده وفيها عقده عضليه. فيروح المخ يروح باصص للعقده العضليه دي يقول لها يا ازيك انت لسه عايشه، انت لسه عقده عضليه، ها وريني يا ابني انت ازيك يا غضروف، انت بقيت كويس صح يا غضروف؟ اه يا باشا والله بقيت كويس وبقيت احسن، بس لسه العقده اللي جنبي دي مش عارف عقده ليه. يروح باعت هو بيتا اندورفين انكفال المواد ناتشورال طبيعيه، بسط عضلات طبيعي يمشي في الدم يدور على النقطه اللي فيها الكهرباء دي والعقده دي ويبدا يفكها. يعني الابره دي فيها دواء؟ لا. الابره دي بتعمل حاجه؟ بتعمل حاجه. بتعمل ايه؟ بتخش تنبه المخ ان يا مخ بعد اذنك فك لي العضله دي. لكن انا كابره اسمها ابره جافه، دراي نيدل، ابره جافه، انا دراي نيدل، مفيش اصلا ماده فيا، مفيش مسكن، مفيش بسط عضلات، مفيش حاجه. هي بتنبه المخ ان يا مخ اتفضل بص عليا فك لي الحته دي. طيب بعد ما المخ فك الحته دي هل انا خلاص بقيت كده تمام؟ لا، لازم نعمل بعديها شويه استرتشات عشان العضله دي اللي فيها عقد دي كانت قصرت شويه، محتاجه تطول. حاجه واحده بس زياده عايز افهمها لكم، الناس اللي بتكح وتسمع صرخ في رجلها او تسمع صرخ في دراعها، في حاجه اسمها انتراثيكال بريشر. يعني ايه ثيكال؟ تعال بص يا سيدي، في النص هنا لو بصيت ما بين الفقرات هتلاقي عمود اصفر شغال كده، ده اسمه النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده طول ما هو ماشي جوه العمود الفقري، هو ماشي جوه العمود الفقري جوه، وبيقسم اعصاب يمين وشمال، اعصاب يمين وشمال زي ما انت شايف. فانا نازل اشاره عصبيه من فوق ماشيه جوه النخاع الشوكي جوه الماسوره الصفرا دي، بطلع من هنا اكلم الكبد، هنا بكلم المعده، هنا بكلم الرجل، هنا بكلم شا. دي طريقه توصيل المخ بجسمي كله. ماشي. طيب انا حوالين هذا النخاع الشوكي في حاجه اسمها الثيكا، اللي هو يعني غشاء بيغطي كل النخاع الشوكي. الفكره في حاجه، لو انا قاعد في الحمام وبحزق، ده بيزود الانتراثيكال بريشر ده او الضغط اللي هو جوه الغشاء اللي حوالين النخاع الشوكي. فانا الغشاء اللي حوالين النخاع الشوكي ده لو زاد الضغط فيه هيضغط على العصب. ماشي. يعني انا ضغطت من جوه بقى، من جوه الاصفر ده من جوه ضغطته، وقدامه ديسك ووراه عضله شاده. يعني كله لما كنا بنتكلم في العقد العضليه، عندي عقد عضليه ورا شد عليه، عندي ديسك قدامه شدد عليه، عندي انتراثيكال بريشر اللي هو الضغط اللي جوه النخاع الشوكي ده اللي هو مع الحزق زاد عليه. فتلاقي واحد يقول لك ايه ده، انا بقى يا نهار اسود الكحه بتسمع في رجلي، الكحه بتسمع في دراعي، اول ما اجي احزق على الحمام بتروح مسمعه. فاهم قصدي؟ العلامه دي لو عندك اللي هي مع الحزق احس كهرباء، او حزق احس بوجع في رجلي، او حزق احس بوجع في ظهري، او حزق مع الحزق او مع العطس، دي علامات متقدمه ما تسكتش عليها، ما تسكتش على العلامات دي. تروح تعمل رنين على الفقرات القطنية لو انت حاسس بحاجة بتجري في رجلك، او تعمل على الفقرات العنقية لو حاسس بحاجة بتجري في دراعك، او مع الكحة الصداع بيزيد. مهم جدا 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 ما تسكتش على العلامات دي، ما تسكتش، تعمل الرنين. تمام. كده ابقى قلت لكم كل حاجة اعرفها عن العقد العضلية، وهذا والله اعلم. السلام عليكم، كل سنة طيب.